تخيل معايا ان انت عايش في عالم كل كلمة بتقولها، كل رسالة بتبعتها، كل سر بتفكر فيه، كل ده بقى ممكن يكون مكشوف لأي حد انه يقدر يسمعه. عالم مفيش فيه خصوصية خالص، عالم مفيش فيه امان، عالم كل خطوة فيه حرفيا بتكون متراقبة. على فكرة ده مش فيلم خيال علمي خالص، ده الواقع اللي انت ممكن تكون عايشه دلوقتي وانت اصلا مش واخد بالك من حاجة زي كده. الفيديوهات اللي فاتت احنا فكينا الغاز كتير جدا جدا، واتكلمنا عن حاجات ممكن يكون البني ادم ما بياخدش باله منها في بعض الاحيان. حاجة عرفنا ازاي جهازك بيشتغل، وكمان ازاي بيكون ليه هوية على الشبكة الرقمية. بس حاليا في لغز اكبر بكتير، لغز بيحكم بين التفاعل الخاص بيك وبين العالم الرقمي اللي انت بتتعامل معاه بشكل يومي. اللغز ده بقى هو اللي بيحدد اذا كانت بياناتك هتفضل سرية ولا هتكون وجبة سهلة لاي متطفل نفسه انه يعرف معلومة المفروض انه ما يعرفهاش. اللغز ده بقى هو لغة الإنترنت السرية، أو بقى زي ما بيتعرف في عالمنا إحنا البروتوكولات. البروتوكولات دي بقى هي مش مجرد أسماء معقدة في كتب الكمبيوتر اللي ناس كتير بتدرسها، لا، القواعد اللي بتحكم كل عملية اتصال، من أول ما بتفكر تفتح أي موقع أنت نفسك تزوره لحد ما بتفكر تعمل شير لصورة مع أصحابك، حتى لما الهاكر بيحاول يزرع فيروس في جهازك الخاص. الكلام الجميل بقى ده كله بيحصل عن طريق البروتوكولات. هنا بقى السؤال المهم، هل يا ترى كل البروتوكولات دي أمان ولا في كلام تاني تحت الترابيزه؟ كمان انت عارف ايه هو البروتوكول اللي بيحميك والبروتوكول التاني اللي بيسلمك للهاكرز على طبق من ذهب؟ في الفيديو ده بقى احنا هنكشف الستار عن اسرار البروتوكولات، ازاي ال HTTP كان كابوس امن، كمان ازاي جه ال HTTPS عشان ينقذنا من الكارثه اللي كنا عايشين فيها، هنعرف ليه ال FTP بقى زي ديناصور منقرض في عالم الامن السيبراني، كمان ازاي ال SSH بقى زي السلاح السري للمحترفين. ندوس بقى مع بعض في بروتوكولات تانية كمان كتير زي ال SMTP المسؤول عن توصيل ايميلاتك، كمان ال ICMP اللي بيراقب نبض الشبكة حرفيا. بقى من ده كله كمان هنوريك ازاي الهاكرز بيفكروا وازاي بيستخدموا البروتوكولات دي في الهجمات الخاصة بيهم. جهز نفسك بقى لانك بعد الفيديو ده مش هتبص للانترنت زي ما كنت بتبص له زمان. اربط حزامك ويلا بينا. تخيل كده انك في اجتماع سري جدا، بس كل كلمه بتقولها بتتكتب على سبوره كبيره جدا في نص الشارع للبشريه كلها اللي رايحه واللي جايه يقدروا يشوفوها. طبعا بالظبط اللي كان بيحصل مع ال HTTP، هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وده بقى البروتوكول اللي كان مستخدم عشان تتم التصفح الخاصه بالمواقع باستخدامه. مشكلته بقى الاساسيه انه كان بيبعت كل البيانات اللي انت بتكتبها في الموقع ده على هيئه نص عادي مش متشفر. تي تي بي ده بقى عامل زي كانك بتكلم واحد صاحبك في التليفون، بس الخط اللي انت بتتكلم منه ده مفتوح لكل الناس اللي في الشارع، تقدر في اي وقت انها تبص تشوف انت بتقول ايه للشخص اللي انت بتتكلم معاه ده، او بتبعت له ايه. كنت بتبعت كلمه سر او بيانات خاصه بحسابك البنكي، او حتى بتبعت رساله لحبيبتك، كل ده بقى بيكون مكشوف على الملأ واي حد يقدر يطلع عليه. بدايه الانترنت كده كان في هجمه زي هجمه مان ان ذا ميدل اتاك، اللي هي هجمه رجل في المنتصف. بالمناسبه دي هجمه سهله جدا وبيتم دلوقتي باداه زي اداه الواير شارك. كان الهاكر بقى يقعد على اي شبكه واي فاي عامه، كافيه بقى او مطار او ايا كان المكان اللي قاعد فيه شبكه عامه بيستخدمها ناس كتير في الوقت ده، بيقعد بقى يراقبهم ويشوفهم بيستخدموا ايه وبيعملوا ايه لما بيتصفحوا مواقع ال HTTP. وبالمناسبة الموضوع ده شغال لحد دلوقتي، بس طبعا دلوقتي الكلام اختلف حبتين وهتعرف ازاي. عايزك تتخيل كده ان هاكر يقدر يسرق حسابك البنكي او ياخد منك باسورد الخاص بيك او اي حاجة لمجرد يا دوبك ان انت استخدمت انترنت عام وقاعد بتشرب كوباية القهوة بتاعتك. الموضوع ده كان كارثة قومية، لان كان في هاكرز كتير جدا بيسربوا بيانات بالملايين من غير ما حد ياخد باله من الموضوع. بالمناسبة حتى الآن في بعض المواقع لسه بتستخدم البروتوكول القديم ده اللي هو بروتوكول ال HTTP، اللي لازم تكون فاهم ان انت لو دخلت في زيارة لموقع زي دوت وفكرت تدخل بيانات خاصة بيك، للأسف الشديد الهاكرز يقدروا يستفيدوا او يستغلوا الحاجة اللي انت بتدخلها دي وياخدوها، وكمان يقدروا يعملوا تسمم ويزرعوا فيروسات او اعلانات خبيثة في المواقع اللي زي دي بسهولة شديدة جدا عن طريق هجمه زي الكونتنت انجكشن. لحسن الحظ بقى العلماء والمطورين ما قرروا ان هم ما يسكتوش على الكارثه دي، وظهر المنقذ اللي هو ال HTTPS بقى اللي هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيور. وبقى كلمه سكيور اللي زادت دي وحرف الاس اللي زاد في الاختصار بتاعها ده بقى نقل الامان والتشفير الخاص بالموقع في حته تانية خالص. HTTPS بقى ده عامل برضو زي ما تكون بتكلم واحد صاحبك، بس المره دي بقى المكالمه مشفره ومؤمنه بشكل قوي جدا، يعني محدش هيسمع اللي بيتم بينك وبينه غيرك انت وهو بس. وحتى لو في متطفل حاول انه يعمل حاجه زي كده هيلاقي كلام مش مفهوم بالمره ومش هيقدر يطلع على اي معلومه انت بتقدمها لصاحبك. HTTPS بقى ده بيستخدم بروتوكول اسمه سكيور، وهنعرف الموضوع ده دلوقتي ماشي ازاي.
زي مثلا السوكيتس لاير والترانسبورت لاير سكيورتي اللي هم الاس اس ال والتي ال اس. بيستخدم الحاجات دي عشان يعمل طبقة امان قوية، ويعمل كمان حاجتين اساسيين. حاجة بقى وهي التشفير، ان هو يحول كل الحاجات المفهومة لحاجات غير مفهومة ما يفهمهاش غير الطرف اللي انت بتتواصل معاه فقط، ومفيش حد تاني غريب او متلصص يقدر يشوف يقدر يشوف الحاجات اللي انت بتعملها دي ابدا مهما حاول. حاجة بقى وهي التحقق من الهوية، ودي بقى حاجة مهمة جدا 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 عشان تتأكد ان انت بتتكلم مع الموقع الاصلي مش حد تاني مزيف. وده بقى حرفيا بيمنع هجمات فيشنج كتير جدا انها تحصل. نظامها في الاساس بيعتمد على انتحال شخصية بعض المواقع. دايما لما تدخل على اي موقع عايزك تبص اول حاجة في حياتك كلها على شريط الامان. وايه بقى شريط الامان ده؟ هتلاقي في قفل دايما كده موجود جنب العنوان بتاع الموقع اللي انت بتزوره. لو لقيت القفل ده باللون الاخضر اعرف كده ان انت تمام. وعايزك برضو تتاكد من حاجه تانية، الاس اس ال سيرتيفيكيت اللي هي الشهاده الامنيه الخاصه بالموقع. لو لقيت القفل ده باللون الاحمر او الموقع ده HTTP فقط اهرب فورا وما تحطش اي بيانات حساسه، لان عايزك تتاكد ان البيانات اللي انت هتحطها دي سهل جدا جدا انها تقع في ايد اي حد لو انت مش عايز حد يشوف حاجه زي كده. ودي بقى اول قاعده ذهبيه في عالم الامن السيبراني. تخيل بقى دلوقتي ان انت عندك مخزن سري وعايز تبعت فيه بضاعه او تستلم منه بعض بضاعه. كنا بنستخدم بروتوكول اسمه الاف تي بي اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول، وده بقى كان عامل زي بوابه المخزن. اف تي بي بقى ده كان عامل زي كانك بتنقل بضاعه من مخزن لمخزن. البضاعه دي بقى مكشوفه في عربيه نقل مفتوحه بتنقلها من البوابه دي للبوابه دي. كمان بقى مفيش اي حراسه عليها، معناه ان هي في الطريق ممكن حد ياخد منها اي بضاعه هو عايزها او حتى يضيف عليها بضاعه فاسده. كتير من المواقع القديمه او حتى بعض الشركات اللي مش مهتمه بالامن لسه بتستخدم بروتوكول الاف تي بي في نقل البيانات، وده طبعا بيعمل كارثه كبيره. وهقول لك ازاي. لان ببساطه الهاكرز بيحبوا الاف تي بي جدا. ليه بقى بيحبوه؟ لانه بيسمح لهم ان هم يسرقوا بيانات الدخول بمنتهى السهوله، اللي هي اسم المستخدم وكلمه المرور، لانها للاسف بتتبعت كنص عادي غير مشفر. وده معناه ان اي حد لو اعترض الاتصال يقدر يشوفه. طبعا مجرد ما الهاكر قدر يحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور هيقدر يرفع ملفات خبيثة على الموقع ده، او انه يقدر يمسح قواعد بيانات كاملة، او حتى يستخدم الموقع دوت كفخ يطلق منه هجمات على مواقع تانية كتير. ما خلاص بقت بوابة مفتوحة يقدر يعمل منها أي حاجة. بقى البوابة دي تتقفل ظهر البطل الجديد اللي هو ال SSH اللي هو السكيور شيل. مش مجرد بروتوكول لنقل الملفات، لا دي قصة تانية خالص. مفتاح سري بيسمح لك تتحكم في السيرفر بتاعك عن بعد بشكل كامل، ولكن ليه بعض القواعد الأساسية بطريقة مشفرة وآمنة جدا. SSH ده عامل زي كأنك بتدخل غرفة تحكم سرية. الغرفة دي بقى متأمنة بأقوى أنظمة التشفير والحماية، مش يقدر يدخلها غيرك أنت، وكمان باستخدام المفتاح السري للدخول اللي هو ال SSH key. طبعا كل الأوامر اللي أنت بتديها للمخزن الخاص بيك ده أو كل البيانات اللي أنت بتبعتها بتكون محمية بشكل تام. SSH بقى بيعمل قناة اتصال مشفرة بين جهازك وبين السيرفر اللي أنت بتتكلم معاه. حاجة بقى بتتبعت في القناة دي بتكون مشفرة تماما ومفيش فيها اي حاجه بتكون واضحه. طبعا محدش يقدر يتجسس عليها او يعرف اي حاجه مهما حاول. بيستخدم مفاتيح تشفير قويه جدا للتاكد من ان انت اللي بتحاول تخش على السيرفر ده مش متلصص تاني. اس اتش ده بقى هو الاداه المفضله للمسؤولين عن السيرفرات وكمان للهاكرز الاخلاقيين، يقدروا يديروا السيرفرات دي بشكل امن. وكمان للاسف ده بيكون هدف رئيسي للهاكرز اللي مش كويسين عشان يعملوا بيه هجمات الكترونيه يوصلوا بيها لبعض البيانات. وهقول لك ازاي. ان لو الهاكر قدر يخترق الاس اس اتش ده معناه انه عنده الصلاحيه للتحكم الكامل في السيرفر. وعشان كده الف في امان لازم يتم تغيير الحاجات الافتراضيه الخاصه بالبورت ده. لو الهاكر قدر يخترق الاس اس اتش بتاع السيرفر ده معناه ان عنده صلاحيه كامله للتحكم في السيرفر ده. عشان كده تامين الاس اس اتش بشكل احترافي زي انك تغير البورت الافتراضي الخاص بيه وكمان تعمل له مفاتيح تشفير قويه وتعطل الدخول بكلمه المرور، دي حاجه مهمه جدا. وعلى فكره دي نصيحه بمليون جنيه، دي من اهم خطوات تامين اي سيرفر. كلنا بنبعت ايميلات كل يوم، بس عمرك سالت نفسك بقى مين اللي بيوصل الايميلات دي او حتى هي بتوصل ازاي؟ ده بقى بالظبط هو دور بروتوكول الاس ام تي بي اللي هو السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول. اس ام تي بي ده بقى بالظبط عامل زي ساعي البريد اللي كان بيوصل الجوابات زمان. بس كان في مشكله بقى، ان الجوابات دي كانت بتبقى طريقه قفلها طريقه ممكن اي حد يقدر يفتح الجواب يقرا كل اللي جوه الجواب ده ويقفله تاني من غير ما حد ياخد باله. يعني اي حد يقدر يتجسس على المعلومات الموجوده جوه الجواب قبل ما صاحب الجواب ده يقراه. لكن طبعا دلوقتي الموضوع ده اختلف كتير، لان معظم الخدمات الخاصه بالايميلات بقت بتستخدم حاجه نقدر نعتبرها زي اظرف مشفره بتشفير زي اللي كنت بتكلم عليه من شويه اللي هو الاس اس ال وتي ال اس، عشان يبقى فيه نسبه امان اعلى شويه. ولكن برضو لحد هنا المشكله ما اتحلتش،
لان لو الشخص اللي بيوصل اللي هو هنعتبره بقى ساعي البريد ده مش شخص مش امين، برضو ممكن البيانات او الايميل اللي بيتبعت ده اللي جواه يتقري، او برضو لو الظرف ده مش متأمن كويس او مش متشفر كويس. فاهم قصدي؟ الاس ام تي بي ده بقى هو الاداة اللي بيستخدمها الهاكرز ومرسلي الرسائل المزعجة اللي هم السبامرز عشان يبعتوا ملايين الرسائل الالكترونية المزيفة في خلال دقيقة واحدة. ودي طبعا بتعمل مشكلة كبيرة. تخيل كده انك بيجيلك رسالة من البنك بتاعك بتقول لك فجأة ان حسابك اتجمد وطالبين منك انك تدخل البيانات الخاصة بيك. طبعا الطريقة ديت من عمليات الاختراق ممكن تكون بتتم عن طريق سيرفر اس ام تي بي مخترق، او حتى يكون واحد عامل سيرفر اس ام تي بي مزيف اصلا من الاساس عشان يستخدمه في النوع ده من الهجمات. فهمك للاس ام تي بي بيخليك تفهم ازاي هجمات الفيشنج بتشتغل، وكمان تعرف اكتر من كده عشان تقدر تفهم لو حد حاول يعمل هجمه زي ديت تبقى انت فاهم الموضوع ماشي ازاي من الاساس. طبعا يخليك تتجنب الوقوع في فخ اي هاكر. تخيل كده ان عندك شبكه كبيره من الطرق وعايز تعرف مثلا لو في طريق فيهم فيه حادثه، طريق مقطوع، طريق فيه زحمه، تعرف اي معلومه عن طريق معين من شبكه الطرق اللي موجوده ديت بطريقه سريعه وكمان ذكيه. تفتكر كده ممكن يتعمل ده ازاي؟ هقول لك دلوقتي. الكلام ده كله بقى هو دور بروتوكول الاي سي ام بي اللي هو الانترنت كنترول مسج بروتوكول. ده بقى بروتوكول عامل زي انذار الحريق المبكر في الشبكه. الاي سي ام بي ده بقى هو عامل كانك شخص او كان حد بقى مش كانك انت عايز يعرف كل البيوت اللي موجودة وليكن في شارع معين، هل البيوت دي موجودة وفيها ناس ساكنة ولا البيوت دي فاضية؟ فبيعدي عليهم بيت بيت يخبط على الباب، لو حد رد عليه يبقى في حد جوه، لو محدش رد يبقى البيت ده فاضي أو مقفول. في الحالة دي بيرجع طبعا الرد إن في مشكلة أو إن في حد مش موجود في المكان ده. ده بقى اللي ممكن نشوفه في حياتنا اليومية مع أمر بينج الشهير، لما يجي يقول لك في مجال الشبكات بنج على الموقع ده أو اعمل بينج على الجهاز ده، شوفوا هل هو موجود على الشبكه ولا مش موجود، هل الموقع ده السيرفر بتاعه شغال وبيرد عليك لما بتبعت له ريكويست ولا ما بيردش. اي سي ام بي ده هو مهم جدا لاي حد مسؤول عن الشبكات عشان خاطر بيستخدموه عشان يقدروا يحللوا مشاكل الشبكه ويكتشفوها في اسرع وقت وكمان يقدروا يحلوها. لكن طبعا في نفس الوقت الاي سي ام بي ده هو سلاح قوي جدا في ايد اي هاكرز، لان ببساطه شديده هو ممكن يستخدمه عشان خاطر يعمل هجمه زي البينج فلوت. ودي بقى هي عبارة عن ان هو يغرق طلبات كتير جدا من طلبات الريكوست على سيرفر معين اكبر من ان رقم يكون السيرفر ده يتحمله، وده نقدر نعتبره نوع من انواع هجمات الديدوس اتاك. كمان ممكن يستخدموه عشان يعملوا حاجة زي الفوت برينتنج عشان يجمعوا بعض المعلومات عن السيرفر او الشبكة المراد استهدافها. وبكده نكون فكينا شفرة لغة الانترنت السرية، وعرفنا طبعا ان ال HTTP زي ما قلت من شوية ان هو كان مشكلة وعامل ازمة وجه ال HTTPS مكانه عشان يكون درع وقوي. كمان فهمنا ليه ال FTP بقى خطر، وعرفنا مكانه ان الاس اس اتش هو بقى حاجه افضل من الاف تي بي دلوقتي. كمان عرفنا اسرار وخطوره الاس ام تي بي، وعرفنا برضو ان الاي سي ام بي هو سلاح ذو حدين وممكن يقع في ايد حد غلط. دلوقتي يجي دور السؤال المهم، بعد ما عرفت تفاصيل اكتر عن الانترنت وقول لنا ايه اكتر بروتوكول صدمك بخطورته، ايه اكتر بروتوكول شايف ان هو مفيد وحاسس ان هو ممكن يكون بيحميك اكتر من بروتوكول تاني، كمان ايه البروتوكول اللي انت كنت ممكن بتستخدمه غلط. شاركني بقى برايك في كل الكلام ده في التعليقات. برضه ممكن نعرف ايه بعض المواضيع اللي ممكن نغطي عنها اكتر في الفيديوهات الجايه لان رايك بيهمنا. الفيديو ده خلاك تشوف الانترنت بعين تانية خالص، ما تنساش بقى تدينا اللايك القوي بتاعك، وما تنساش تعمل شير مع اصحابك اللي لسه فاكرين الانترنت مجرد سحر. انت السبب ان الناس دي كلها تفهم الاساسيات بشكل صحيح. السلسله دي لسه في بدايتها وفي حاجات جايه اقوى بكتير من اللي فات. كمان بقى ما تفوتش اي محطه في النص، اوعى تنسى انك تعمل سبسكرايب قبل ما تمشي من الفيديو، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. رحلتنا لسه طويله ومليانه اسرار كتير. سلام.